إنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. الأمل شعلة تضيء ظلمة اليأس، وشجرة ترسم على أوراقها نبض الحياة. وكما قيل: من يعيش على الأمل لا يعرف المستحيل. بطل عالمي مصري تحدى إعاقته وخلق من فمه ريشة إبداع، عارك الاستسلام بعزيمة وصبر، واجه أمواج الحياة العاتية ونظرات الشفقة والعطف بإيمانه بالقضاء والقدر، جعل من المستحيل حافزا لتحقيق أحلامه المنشودة. إعاقته كانت نقطة تحول كبيرة وبوابة وصوله للعالمية من أوسع أبوابها. يصنف نفسه من ذوي القدرات الخاصة وليس من ذوي الاحتياجات الخاصة. إنه إبراهيم الحسيني من مواليد محافظة دمياط، يابان مصر كما يسمونها. نشأ بقرية كفر سعد البلد، متزوج وله 3 من الأبناء. يعمل خطاطا، لاعب منتخب مصر للمعاقين الذي حصد عدة مراكز محلية وعالمية، أبرزها المركز الرابع في بطولة العالم عام 2006 لتنس الطاولة، واعتبر أن إعاقته منحة من الله عز وجل، لافتا إلى دعم أهله وأصدقائه في تخطي هذه المحنة. تعرض لحادث قطار مما أدى إلى بتر يديه، وكان الأمر صعبا للغاية لدرجة أنه مكث عاما كاملا في المنزل. ولكن سرعان ما تجاوز هذه المحنة، ولم تقف إعاقته حائلا أمام مسيرة نجاحه، بل إن إعاقته بالنسبة له كانت بمنزلة نقطة تحول هامة في حياته، وأنها كانت منحة من الله عز وجل.